السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. الفيديو ده أنا بعتبره إهداء خاص للناس اللي هم بتوع القطاع الخاص، الناس اللي موظفة في الشركات الحرة، فبيبقى مفيش رقيب على الشركات دي تضمن حقك. فكان في إشكالية شخصية اتعرضت عليا لواحد كان شغال في بعض شركات رجال الأعمال، وكان حصلت إشكالية فمضوه على استقالة، وكان في ضمن الاستقالة إن أنا استلمت كافة حقوقي المالية وما ينفعش أرجع على الشركة بشيء. بعد انت ما مضيت مفيش أي حد ممكن أيا كانت درجته العلمية القانونية يعرف يفيدك بعد ما انت استلمت ووقعت، يعني استلمت الاستمارة بتاعتك اللي بتوقع عليها ومضيت. ولكن انا جايب لك حل في حالة لما انت تتحط في موقف زي ده. وقع ان انا استلمت كافة حقوقي، ولكن بناء على طلب المدير، ولكن على الواقع العملي انا لم استلم اي شيء من حقوق المالية. او حاجة تاني، ممكن هم بيقولوا لك ان انت امضي عشان تبدأ تستحق تصرف مستحقات. يا عم ماشي، انا موافق معاك همضي، ولكن اقول انا وقعت، انا استلمت كافة حقوق المالية بطلب من مديري في العمل للانتقال الى المرحلة التالية وهي صرف مستحقات المالية. بكده يبقى انت مضت له وطلعت للمرحله الثانيه، وفي نفس الوقت ضمنت حقك. اما ان هو لما يحصل اشكاليه في الشغل يجي يقول لك امضي على استقاله، وتلاقي الاستقاله مكتوب فيها ان انا استلمت كافه حقوق الماليه، الكلام ده ما يستقيمش. فحصن نفسك قانوني وامشي صح عشان ما تضيعش حقك. انتظروني في فيديو جديد ومعلومه جديده.